بُص بقى ابن أخويا جه يبات عندي، اتفق عليَّ هو وعيالي، اتفقوا عليَّ الساعة 02:00 عايزين ياكلوا حاجة بُصّوا، عايزين ياكلوا بيتزا، بس بيتزا إيه اللي أنا هاعجن لسه واستنى تخمر الساعة 02:00 دي، قُلت لهم: "أنا لسه هاعجن واستنى لمّا تخمر ونعمل لكم بيتزا، هاعمل لكم حاجة كده شبه البيتزا، يالّا بينا نعملها بطريقة سهلة وبسيطة، قبل أي حاجة كده نسمّوا الله ونصلّوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله." طلعت جميلة، جميلة، جميلة تحفة. هنا بقى جِبنا كل حاجة بنعمل بيها البيتزا، جِبت شوية جبنة موتزاريلا كده، على حتّة جبنة براميلي، طبعًا إحنا بنتكلّم بقى مع بعض كده كإننا عيلة وأسرة مع بعضينا ما فيش تكلفة في الكلام، وجِبت بقى كام قطعة جبنة رومي وكام قطعة لانشون كده، وقُلت هاخلط كلّه كده مع بعضه مش لسه مش لسه هاقطّع كل حاجة لوحدها بقى، إحنا عايزين نخلص ونعمل حاجة سريعة مش لسه بقى هنعجن ونعمل، ونعمل، ونعمل. بُصّوا الجبنة الموتزاريلا عملتها كده بالشوكة عشان كانت موجودة عندي في الفريزر، فكانت متجمدة. أنا دايمًا باجيبها باسيبها عندي في الفريزر، لإن أنا عارفة المقالب بتاعة ولادي دي بيبقوا فجأة عايزين ياكلوا أي حاجة غريبة كده، وبالذات بالليل، أنتم عارفين بالليل طبعًا في الشتا كلنا بنجوع، الشتا ده بالليل مصيبة يعني، حتى اللي عاملة دايت في الشتا بتفشل فيه، كله بيجوع بالليل في الشتا عشان الليل بيبقى طويل، وكمان بنبقى قاعدين في البيت من بدري، في الصيف ممكن نكون بنسهر برّه، فما بنكونش مثلًا قاعدين في البيت، اللي قاعد في البيت ده قاعد بقى مثلًا قدّام التلفزيون عايز يتسلى، يعمل إيه؟ ياكل. اللي بيعمل أي حاجة عايز يتسلى، يعمل إيه؟ ياكل. وقطّعت قطع اللانشون زي ما أنتم شايفين كده، بُصّوا بطريقة سهلة كده بسيطة عملت جبرت بخاطر ولادي برضه عشان ما ازعّلهمش، وابن أخويا طبعًا كان بايت عندي ومتعوّد لمّا بييجي عندي بيقول لي: "يا عمّته لازم آكل حاجة غريبة من اللي أنتِ بتعمليها الحلوة دي." وفي الآخر يقول لي: "عمّته أنتِ أحلى أكل اللي أنتِ بتعمليه." كفاية بس إن هو بيجبر بخاطري بصراحة. هو طبعًا أنا ما باعملش حاجة وِحشة يعني مش شكرانية في نَفْسي، بس أنا ما باعملش حاجة وِحشة، بس هو بيجبر بخاطري دايمًا ويقول له يقول لي: "يا عمّته جامدة، دي اللي أنتِ بتعمليه ده." ويروح بعد كده بقى يحكي لمامته: "لا ده أنا كلت عند عمّته مش عارفة إيه، ده أنا" بيبقى فرحان، كفاية إن هو بيبقى فرحان ومبسوط. كان عندي فلفل رومي ألوان زي ما أنتم شايفين كده، وحبّايتين طماطم كده صغنّنين، ودوّرت في التلاجة ما لقيتش إلا عندي إلا زيتونتين بس. هيقولوا لأ، لا مش هيقولوا لأ، هنقطّعهم ونحطهم. قيمة غذائية عالية أهيّة جبن وخضار وزيتون، وبتفيد الولاد وحاجة كويسة خالص. يعني بُصّوا، حاولي تحطّي لولادِك دايمًا في الأكل الحاجات اللي فيها قيمة غذائية كده إن هي يستفادوا بيها. وخلطت كده كُلّه مع بعضه زي ما أنتم شايفين، وكان عندي عيش في الفريزر طلّعته من اللي هو الصغير ده. العيش الصغير، وكان عندي الجبنة ديّة، الجبنة دي يا جماعة جبنة شيدرز بنعملوها جبنة مقلية، بتبقى جميلة أوي، يعني بدل ما تجيبي الجبنة المقلية جاهزة بنجيب الجبنة الشيدرز دي ونوعها حلو أوي وسعرها كمان حنين، ده تقريبًا كيلو كان ب60 على حسب ما أنا فاكرة والله بصراحة، لإن ماما اللي كانت جايباه لي وبتجيبه لي في وسط حاجات تانية جاية، فما بيبقى ما بابقاش حافظة الأسعار بصراحة، بس هي سعرها حلو. تعمليها برضه جبنة مقلية لولادِك بالبيض والفيجيتار برضه، وتحطيها برضه تحمّريها وتعملي لهم منها في البيت. ساعات يعوزوا ساندوتشات جبنة مقلية جاهزة من برّه، طب ليه؟ أنا أبقى مجهّزة الحاجة عندي، حطيت كده شريحة الجبنة الشيدر زي ما أنتم شايفين، ومعلقة من الخضار كده على الزيتون، ومعلقة طبعًا من ميكس الجبن على اللانشون اللي أنا عاملاه ده. طبعًا لو عندِك نوع جبنة واحد اعملي بيه، مش شرط يعني نوع الجبن كلّها. يعني لو عندِك الشيدرز بس مع الخضار كده وتحطيه برضه بالطريقة دي هيبقى حلو، عندِك مثلًا ما عندكيش جبنة موتزاريلا وحطيتِ الجبن التانية مع اللانشون برضه كويس خالص، كلّها بتطلع جميلة والله، وزي الفل وبيبقى طعمها جميل. بُصّي الحاجة أدام أنتِ عاملاها في البيت لولادِك بنِفس راضية كده، ولادِك هيفرحوا بيها، وطالما أنتِ عاملاها كده بحُب، ولادِك هيحبوها وهياكلوها وهينبسطوا بيها حتى لو بأقل التكاليف. المهم إن أنتِ تفرّحيهم وتعملي لهم الحاجة اللي هم طلبوها حتى لو بأقل التكاليف. حشيت كده العيش كله زي ما أنتم شايفين، عملت واحد سادة بس من غير خضار لمالك، عشان مالك ما بياكلش أي حاجة عليها خضار زي ما أنتم عارفين. وما تنسوش بقى اللي جه معايا هنا لغاية هنا كده يذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندي جريلا على النار وخليتها كده على نار متوسطة، وأحط فيها بقى الخليط اللي أنا عملته ده كله عشان بقى الجبنة الموتزاريلا بقى تسيح كده والشيدر، وتبقى جميلة 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 زي البيتزا، وتبقى تحفة تحفة. وضغطت عليها بإيدي كده زي ما انتم شايفين، واقعد أداير فيها كده بس علشان العيش برضو مش عايزاه ينشف، يعني يا دوب بس كده
بتسخّني من على الناحيتين بس وش العيش يحمَر شوية إيه، بسيط برضه عشان ما يتكسّرش منِّك أو عشان ما ينشفش. وأنتِ برضه لو عايزاه يبقى طري مش ناشف، بعد ما تطلّعيه حطّيه في كيس كده كُلّه على بعضه وهو سُخن هيعرق وهيبقى طري جدًا، جدًا. عايزة بقى يبقى مقرمش كده زي إحنا بصراحة أنا وولادي بنحبّوه مقرمش، عايزاه يبقى مقرمش كده، سيبيه برّه الكيس ما تحطّوش في كيس. عايزاه يبقى طري، حطيه في كيس كده كل الكمية مع بعضها، هتعرق وهتطرى وهتبقى جميلة خالص. أنا بقى وولادي بنحبوه مقرمش كده. اللي وصل معايا هنا بُصّوا النور قطع وأنا باعمل شايفين؟ ورجع النور جه، النور اليومين دول بيتعوّض معانا خالص. اللي وصل معايا هنا بقى يقول لي بتتابعوني من أنهي بلد وحطوا لي كومنت حلو كده من قلبكم وادعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم لعل الله يستجيب لكم، كومنت حلو من داخل المحتوى، وما تنسوش تحطوا لي لايك وتقولوا لي بتتابعوني من أنهي بلد. بصوا الجمال بقى، بصوا الجبنة السايحة تحفة تحفة تحفة، ورضيت ولادي وجبرت بخاطرهم. ما عملت لهمش البيتزا اللي هم عاوزينها، عملت لهم حاجة زيها بس جبرت بخاطرهم. وكده بيكون خلص الفيديو بتاعنا. أسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه.